السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنحل واجب الحصة التانية من حصص المنشور اللي هي تحت عنوان المنشور في وضع النهاية الصغرى. طبعا كل ما بتقدم اكتر في المنشور كل ما بتزيد خبرة اكتر في المنشور. الحصة الاولانية كانت هي الاساس اللي تبني عليه بعد كده، فبما انك كنت كويس في الاساس بعد كده ان شاء الله سواء حصه النهارده او حصه المره الجايه هتبقى ماشيه معاك كويس. لكن لو انت كنت ضيعت حاجات في المنشور الحصه الاساسيه سواء الاستنتاج او المنشور العادي مسائله لازم تروح تراجعها الاول عشان تعرف تفهم حصه النهارده وحصه المره الجايه باذن الله. تمام، تعالوا بقى نخش النهارده على واجب المنشور في وضع النهايه الصغرى. ونبدا باول جزء اللي هو جزء الايه؟ الاختيارات. اول سؤال في الاختيارات بيقول لك منشور ثلاثي متساوي الاضلاع. طبعا كلمة متساوي الأضلاع معناها حاجة واحدة، إن زاوية الراس ب60 درجة. طبعا بما إنه متساوي الأضلاع يعني كل الزوايا ب60 ومنهم زاوية الراس. في وضع النهاية الصغرى قال لك كمان هو في وضع النهاية الإيه؟ الصغرى. دي كلمة كده مينفعش تعدي علينا. تكون زاوية السقوط التانية بكام؟ زاوية السقوط التانية إيه؟ بكام؟ طيب واحدة واحدة. قال لك إن هو متساوي الأضلاع، قال لك إن هو إيه؟ متساوي الأضلاع، وقال لك ان هو في وضع النهايه الصغرى. انا استفاد ايه لما يقول لي المنشور دوت في وضع النهايه الصغرى؟ هستفاد حاجه حلوه قوي. هتقول لي ان الفاي 1 تساوي السيتا 2، وهتقول لي ان السيتا 1 تساوي الفاي 2. دول اللي كان اسمهم على بعض فاي نود، ودول اللي كان اسمهم على بعض سيتا نود. تمام، ده اللي انا بستفاده اول ما اعرف ان المنشور في وضع النهايه الايه؟ الصغرى. تمام، هو قال لي ان زاويه الراس ب60، قال لي ان الايه بكام؟ ب60. في وضع النهايه الصغرى للانحراف تكون زاويه السقوط الثانيه، يعني هو عايز مين؟ عايز الفاي 2. عايز الايه؟ الفاي 2. طب ما انا عارف اصلا من قانون راس المنشور ان الايه تساوي السيتا 1 زائد الفاي 2، صح؟ ده قانون اصلا راس المنشور اللي خدناه في حصه المنشور الاساسيه. طيب لما يبقى المنشور في وضع النهايه الصغرى بيبقوا الاثنين قد بعض، بتبقى السيتا 1 قد الفاي 2. يعني انا ممكن اخليها 2 فاي 2. ازاي؟ شلت دي ما هي وحطيتها برضو زي ما هي فاي 2، فبقى الاثنين اسمهم ايه؟ فاي 2 اللي كنا بنشيلهم اصلا نحط مكانهم ايه؟ سيتا نود. مظبوط؟ طيب اصبحت الايه تساوي 2 فاي نود، وهو قال لي ان زاويه الراس ب60. دي انا استنتجتها لما قال لي ان هو متساوي الاضلاع. اصبحت دي 60 تساوي 2 فاي نود. تمام، او 2 فاي 2 اسف. يعني من هنا الفاي 2 هتساوي كام؟ 30 درجة. تمام، فاي 2 هتساوي كام؟ 30 درجة. مظبوط؟ مظبوط. السؤال الثاني، معامل الانكسار ان لمادة منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف يتعين علاقة نقط. طبعا دي الاستنتاج الاساسي اللي كان في حصة المنشور لما يكون في وضع النهاية الصغرى كان الان بيساوي ساين الفا نود زائد ايه على الاتنين على ساين ايه على الاتنين، حيث الالفا نود دي كان اسمها زاوية الانحراف الصغرى. زاوية الانحراف الايه؟ الصغرى اللي هي اسمها الاي الالفا نود. دي بتبقى موجودة لما يكون المنشور في وضع النهاية الايه؟ الصغرى. السؤال الثاني، منشور ثلاثي متساوي الاضلاع، فاذا كانت زاويه النهايه الصغرى للانحراف شعاع ضوئي سقط على احد اوجه المنشور هي 30. ايه ال 30 دي اللي انا كنت لسه كاتبها لك من شويه السؤال اللي قبليه، اللي هي زاويه النهايه الصغرى للانحراف اللي هي اسمها الفا نود. تمام، بكام؟ ب 30. طيب عايز انت ايه؟ عايز زاويه الخروج وعايز معامل الانكسار. طيب واحده واحده. هو اداني الالفا نود، اداني الايه؟ الالفا نود، وانا عارف ان الالفا نود بعد ما جبت الاستنتاج كانت بتساوي ايه؟ انا اسف، الفاي نود كانت بتساوي الفا نود زائد ايه على الاتنين، صح؟ الالفا نود دي كانت مساويه لمين؟ خلي بالك كانت مساويه للثيتا 2 وكانت مساويه للفاي 1. الاثنين الثيتا 1 اسف الالفا 1 والثيتا 2 اللي هي زاويه الخروج بقى، الثيتا 2 هي زاويه الخروج، كانوا مساويين حاجه اسمها الالفا نود.
والالفا نود كانت بتساوي الفا الفاي نود، اسف دي الفاي نود كانت بتساوي الالفا نود زائد ايه على 2. تمام بالترتيب كده، الفاي نود بتساوي الالفا نود زائد ايه على 2، والفاي نود بتساوي سيتا 2 زائد فاي 1. مظبوط مظبوط. انت عايز ايه بقى؟ كل حاجه رصيتها لك اهي. انت عايز ايه؟ انا عايز زاويه الخروج اللي هي سيتا 2 اللي هي اصلا مساويه لفاي نود. مظبوط. طيب انت مديني ايه؟ مديك الالفا نود. طب مديني حاجه ثانيه، مديك ان هو متساوي الاضلاع، يعني الايه ب 60 صح. طب عوض بقى. الفا نود ب 30، زاويه الراس ب 60 على 2، تطلع طبعا 30 زائد 60 ب 90 على 2 فيها كام؟ ال 45. مظبوط تمام. دلوقتي بقى معانا مين؟ الالفا نود ب 45 صح. تمام. تعالى بقى ايه؟ الفا نود طبعا اللي هي زي ما قلت لك من فوق مساويه لثيتا 2 اللي هي الخروج، او مساويه لفاي 1. طبعا يبقى الاجابه يا اما ج يا اما د، 45 او 45. فاضلنا بس نحسب معامل الانكسار. طيب مش ده وضع النهايه الصغرى؟ مش الان في وضع النهايه الصغرى بيساوي ساين الكلام ده كله اللي هو الفا نود زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2. مظبوط. طيب يبقى الان هتساوي، ما هو الناتج ده انا جبته من فوق ب 45 يعني ساين 45 ساين ايه على 2 يعني ساين 30. امسك دول واحسبهم يطلعوا جذر 2 بالظبط. تمام. تمسك دول وتحسبهم يطلعوا ايه؟ جذر 2 بالظبط. مظبوط. طبعا ساين 45 ما هو ده اللي لسه حاسبه فوق اهو، طلع ب 45 صح المقدار ده. فساين 45 على ساين ايه على 2 الايه ب 60 ايه على 2 يعني ساين 30، تطلع بالنهايه بجذر ايه؟ 2. يعني الاجابه الصح هي رقم ايه؟ رقم د، لان الزاويه 45 والمعامل بجذر 2. تمام. السؤال رقم 4 في الاختيارات بيقول لك منشور زجاجي زاويه راسه 60. هو اول حاجه قال لي ان زاويه الراس بكام؟ ب 60. دي الايه؟ انحرف خلاله شعاع ضوئي بزاويه مساويه لزاويه سقوطه الاولى. خلي بالك لحد دلوقتي انا مفهمتش اي حاجه، مش فاهم يعني ايه انحرف خلاله شعاع ضوئي، يعني زاويه انحراف وانحراف عاديه انا لسه ما فهمتش هو ايه. تمام. دي انحراف عاديه. قال لي ان هي مساويه لزاويه سقوطه الاولى، اللي هو بيقوله دوت معناها ان الالفا تساوي الفاي 1. تساوي الايه؟ الفاي 1. ماشي. ده اللي هو بيقوله ان الالفا تساوي الايه؟ الفاي 1. حلو. فان معامل انكسار ماده المنشور بيساوي كام؟ خلي بالك لحد دلوقتي انا ما استفدتش اي حاجه، لان لو الالفا تساوي الفاي 1 فدي ما كانتش من شروط وضع النهايه الصغرى. طيب بس احنا عارفين في قانون الالفا ان الالفا كانت بتساوي الفاي 1 زائد الثيتا 2 ناقص الايه صح. طيب هو قال لي ان الالفا قد الفاي 1، قال لي ان الالفا دي قد الفاي 1 صح. الاتنين ب 60 يبقى 60 بتساوي 60 برضو زائد ثيتا 2 ناقص الايه. بس هو مديني ايه؟ خلي بالك قال لي ان ايه كمان ب 60، كلهم بستينات صح. احنا كده مظبوط. بيجي سالب 60 تروح مع موجب ايه؟ 60. اصبحت الثيتا 2 تساوي 60 درجه. الثيتا 2 تساوي كام؟ 60. الثيتا 2 تساوي كام؟ 60. حلو. طيب والفاي 1 برضو تساوي كام؟ 60. اصبح عندي ايه؟ ان فاي 1 تساوي ثيتا 2. الاتنين بكام؟ ب 60 درجه. الاتنين بكام؟ ب 60 درجه. ده معناه ايه؟ ان المنشور ده في وضع النهايه الصغرى للانحراف. كده انا قفشتها بقى. اطبق بقى قانون المعامل. هتقول لي ان الان تساوي ساين، خليها تحت شويه، هتقول ان ان تساوي ساين الفا نود. كده بقت الفا نود خلاص انا قفشتها على الاثنين. الفا نود زائد ايه على الاثنين على ساين ايه على الاثنين اهي بالبنط العريض. تمام. ده القانون بتاع معامل الانكسار لما يكون المنشور في وضع النهايه الصغرى.
انا قفشت ان هو فضل النهايه الصغرى. ليه؟ لما طبقت القانون بتاع زاويه الانحراف العاديه لقيت ان ثيتا 2 مساويه للفاي 1، الاثنين ب 60، يبقى ده وضع نهايه صغرى. طيب يلا نعوض. هنا فوق عندنا ساين الفا نوت ب 60، الاي برضو ب 60 على الاثنين، تمام، مقسومه على ساين ايه على الاثنين، يعني 60 على الاثنين. ناتج القسمه ده يدينا الان بكام؟ بجذر 3. ناتج القسمه ساين 60 زائد 60 على الاثنين على ساين 60 على الاثنين يدينا القسمه بكام؟ بجذر 3. يبقى المعامل بجذر 3 اللي هي الاجابه ايه؟ ج. تمام. السؤال اللي بعده، النسبة بين معامل انكسار مادة المنشور الثلاثي للضوء البنفسجي إلى معامل انكسار مادته نفس المنشور هو بس الضوء الأحمر. يعني عايز المعامل بتاع الضوء البنفسجي اللي هو الفايلت إلى النسبة بين المعامل للضوء الأحمر اللي هو الريد. مظبوط؟ طيب وأنت عارف أصلا من قانون سنيل إن N2 على N1 دي كانت بتساوي لامدا 1 على لامدا 2، صح؟ ده كان قانون سنيل اصلا بقيته. طيب يعني العلاقه بين معامل الانكسار والطول الموجي علاقه ايه؟ عكسيه. العلاقه بين معامل الانكسار والطول الموجي علاقه ايه؟ عكسيه اهي. من قانون سنيل كانت N2 على N1 تساوي لامدا 1 على لامدا 2. طيب بالنسبه للبنفسجي، البنفسجي اقل طول موجي. بالنسبه للطول الموجي فهو اقل حاجه، تمام. الالوان بتبدا من الاحمر وتخلص عند البنفسجي، تبدا بالاحمر وتخلص عند الايه؟ البنفسجي. حتى قلنا الحصه اللي فاتت كان في سؤال كده ومفروض انت فهمته اكتر لما خدت وضع النهايه الصغرى، ان اللون البنفسجي اكبر زاويه انحراف، اكبر زاويه ايه؟ انحراف، واللون الاحمر هو اقل زاويه انحراف. البنفسجي هو اقل طول موجي، اقل ايه؟ طول موجي، فيبقى اكبر ان. تمام. بالنسبه للاحمر، الاحمر هو اكبر طول موجي في الالوان. الاحمر هو ايه؟ اكبر طول موجي في الالوان، يبقى هو اقل ان. يبقى هو ايه؟ اقل ان. يعني هنا البنفسجي اقل طول موجي فهو اكبر ان، يعني دي كده ان اكبر. الاحمر اكبر طول موجي فهو اقل ان، يعني دي ان ايه؟ اقل. تمام. تاني، البنفسجي اكبر طول موجي، البنفسجي اقل طول موجي فهو اكبر معامل انكسار. الاحمر اكبر طول موجي فهو اقل معامل ايه؟ انكسار، طبقا للعلاقه دي ان الان تتناسب عكسيا مع اللامدا اللي هو الطول الموجي. يبقى لما اقسم المعامل الانكسار للون البنفسجي على معامل الانكسار للون الاحمر تطلع النسبه طبعا اكبر من الايه؟ من الواحد، لان انا بقسم حاجه كبيره على حاجه صغيره. تاني، البنفسجي اقل طول موجي، الاحمر اكبر طول موجي. البنفسجي اكبر معامل انكسار، الاحمر اقل معامل انكسار. البنفسجي اقل زاويه انحراف، البنفسجي اكبر زاويه انحراف، الاحمر اقل زاويه انحراف. تمام. دي كل المعلومات اللي تخص اللون البنفسجي واللون الايه؟ الاحمر. تمام. السؤال اللي بعده، عند زيادة طول الموجي للضوء الساقط على أحد أوجه منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف، فإن زاوية النهاية الصغرى للانحراف يحصل لها إيه؟ نفس الكلام، زاوية النهاية الصغرى للانحراف تتناسب طرديا مع معامل الانكسار. تاني، الألفا نود تتناسب طرديا مع الإن، صح؟ طب ما احنا عارفين إن الإن يتناسب عكسيا مع اللامدا. طيب يبقى الألفا نود تتناسب برضو تناسب عكسي مع اللامدا، صح؟ يبقى انا لو هعمل ايه؟ لو هزود الطول الموجي يبقى ازود النهايه الصغرى للانحراف تقل. زاويه النهايه الصغرى للانحراف ايه؟ تقل. العلاقه بين زاويه النهايه الصغرى للانحراف والمعامل الانكسار علاقه طرديه. العلاقه بين معامل الانكسار والطول الموجي من السؤال اللي قبله علاقه عكسيه. يبقى العلاقه بين زاويه الانحراف والطول الموجي برضو علاقه عكسيه. يبقى لو انا هزود الطول الموجي للضوء الساقط يبقى زاويه النهايه الصغرى للانحراف ايه؟ هتقل. تمام. هنخش دلوقتي على الجزء الثاني من الواجب وهو الجزء بتاع المسائل.
بيقول لك في السؤال الاول او المساله الاولى سقط شعاع ضوئي بزاويه 60 على احد اوجه منشور ثلاثي متساوي الاضلاع. اول حاجه استفدت معنيين من هنا، ايه هما؟ سقط شعاع ضوئي بزاويه 60 دي زاويه السقوط اللي هي الالفا 1 الفاي 1 على احد اوجه منشور ثلاثي متساوي الاضلاع. منشور ثلاثي متساوي الاضلاع يعني راس ب 60، زاويه الراس بكام؟ ب 60. معامل انكسار مادته جذر 3، طبعا ده الان. اوجد زاويه الخروج وزاويه انحرافه. خلي بالك لحد دلوقتي انا برضه ده بالنسبه لي منشور عادي، انا هنا ما اتكلمتش خالص عن وضع ان هي صوره الانحراف، هتعامل معاه كنا منشور عادي خالص، وبعد كده لو اكتشفت حاجه هبقى اطبق ايه؟ وضع ان هي صوره الانحراف. تمام؟ يعني زي منشور عادي، ده منشور اهو، تمام؟ انا اسقطت شعاع ضوئي كده، فطبعا ده عمود مقام. قال لي ايه هو في المساله؟ بص، قال لي ان هو سقط شعاع ضوئي بزاويه 60، فالالفا 1 ب 60 اهي، الفاي 1 اللي هي دي بكام؟ ب 60. بعد كده الشعاع داخل المنشور. طيب هو اداني الان، قال لي الان بكام؟ بجذر 3. مش انا معايا الان ومعايا الفاي 1 اعرف اجيب الثيتا 1 اللي هنا؟ قانون سنيل عادي، ده منشور عادي جدا. طب ازاي اجيبها؟ تعال نطبق سنيل. ان 1 ساين فاي بتساوي ان 2 ساين ثيتا، صح؟ ان 1 انا جاي من الهوا، فهي 1 في ساين فاي اللي هي ساين 60 بتساوي ان 2 اللي هي جذر 3 في ساين ثيتا. تطلع الساين ثيتا بعد ما تاخد الجذر 3 تحت ساين 60 هنا كده تساوي نص، يعني الثيتا ب 30. طبعا الثيتا 1 اللي هي اللي هنا بكام؟ ب 30. وهو قال لي ان هو مساوي الاضلاع، يعني الراس بكام؟ ب 60، صح؟ طب لو الراس ب 60 والثيتا 1 ب 30، ما ده يخلي ان الفاي 2 ب 30 برضه، لان هي مجموع الاثنين، صح؟ لو دي ب 30 اللي هي ثيتا 1 اللي هنا ب 30، ودي اصلا ب 60، ما هي ال 60 دي مجموع دي ومجموع دي، طب دي ب 30 ودي برضه ب 30. هنا بقى انا اقف شويه، ليه؟ لان دي ب 30 ودي ب 30. الثيتا 1 تساوي الفاي 2، الثيتا 1 تساوي الفاي 2، يبقى ده وضع نهايه صغرى. وضع ايه؟ نهايه صغرى. كده انا قفشت الوضع بتاعي بقى. تمام؟ كده انا عرفت ان ده وضع ايه؟ نهايه صغرى. طب انت عايز مني ايه في وضع النهايه الصغرى؟ احسب لي زاويه خروج الشعاع وزاويه انحرافه. عايز الزاويه اللي هنا وعايز زاويه الانحراف. بالنسبه للزاويه اللي هنا فبقت سهله، ليه؟ لان انا خلاص قفشت ان ده وضع نهايه صغرى للانحراف. ثانيه واحده. قفشت ان ده وضع نهايه صغرى لايه؟ للانحراف. يعني معناه ايه؟ مش دي 60 يبقى دي برضه 60، الزاويه هنا برضه 60. اشمعنى؟ ما هي طالما طلعت دي قد دي يبقى دي قد دي، يبقى زاويه الخروج بكام؟ ب 60. طيب فاضل لي زاويه النهايه الصغرى للانحراف. طيب انا ممكن اجيبها من غير القانون بتاع معامل الانكسار، ممكن اجيبها من هنا عادي. انا مش عارف ان الفاي، ركز معايا، ان الفاي نود اللي هي اصلا كانت مساويه الفاي 1 دي كانت بتساوي الفا نود زائد ايه على الاتنين، مظبوط؟ طيب دول كانوا بكام؟ دول ب 60 بتساوي الفا نود دي اللي انا عايزها زائد الراس برضو ب 60 مقسوم على الاتنين، يعني ال 120 بتساوي الفا نود زائد ال 60. لو طلعتها بره تطلع الالفا نود ب 60 درجه. يبقى زاويه الانحراف وضع النهايه الصغرى ب 60 وبرده زاويه الخروج بكام؟ ب 60. انا الاول لما قريت المساله ما فهمتش هو بيتكلم عن ايه. هو بيتكلم عن منشور عادي جدا، لا ذكر وضع نهايه صغرى الانحراف ولا ذكر اي حاجه. اداني زوايا عادي فانا اتعاملت معاه اكنه منشور عادي، تمام؟ وبعد ما اتعاملت معاه اكنه منشور عادي انا اكتشفت بعد كده ان هو وضع نهايه صغرى الانحراف. امتى؟ لما لقيت ان دي قد دي، فانا خلاص قلت ان دي قد دي. تمام؟ تمام. السؤال الثاني، منشور ثلاثي متساوي الاضلاع. نفس الكلام، كلمه متساوي الاضلاع بتتكرر كتير. يعني ايه متساوي الاضلاع؟ يعني زاويه الراس ب 60 درجه. اذا كانت النهايه الصغرى للانحراف شعاع ضوئي يسقط عليه 30، دي الالفا نود مديها لي 30. طبعا دي مساله مباشره
بيقول لك احسب لي معامل الانكسار مادته. معامل الانكسار ايه؟ مادته. هتقول لي ان الان بتساوي قانون مباشر جدا، ساين الفا نود زائد ايه على الاتنين مقسومة على ساين ايه على الاتنين. تمام؟ تمام. كل حاجة بقى هنا معاك، يلا نعوض. ساين الالفا نود قال لي 30، الايه قال لي ان هو متساوي الاضلاع ان هي ب60 مقسومة على الاتنين على ساين ايه على الاتنين اللي هي ساين 30 يعني، لان الايه ب60. هتحسب دي على الآلة، بس مجرد انك تمسك الآلة وتحسبها هيطلع معاك معامل الانكسار. طيب بعد كده قال لك عايز زود سقوط الشعاع، عايز زود سقوط. طيب اجيبها ازاي زود سقوط؟ مش انا هنا عندي اصلا الانحراف ب30 وعندي زاويه الراس ب60. طيب مش انا عندي اصلا ان الالفا نود كانت بتساوي 2 فاي نود اللي هي زاويه السقوط ناقص الايه؟ صح؟ ده القانون اصلا اللي انا استنتجته لما عرفت ان المعامل المنشور في وضع ان هي صغرى. طيب ما هي الراس ب 30، الالفا نود ب 30 دي بتساوي 2 في الزاويه اللي انا عايزها ناقص 60. مش انا كده هطلع 60 بره بالموجب، تبقى الاتنين الفا نود 90 درجه 60 و30 كده، يخلي ان الفاي نود الواحده بكام؟ ب 45. خلي بالك ان الفاي نود دي اصلا هي مين؟ هي الالفا 1 وهي برضو الثيتا 2. الاتنين دول على بعض اسمهم الفاي نود، والاتنين دول بكام؟ ب 45. طب هو طالب منك ايه؟ طالب منك الاتنين، طالب منك زود سقوط الشعاع اللي هي الفاي 1، وطالب منك زود الخروج اللي هي الايه؟ الثيتا 2، والاتنين ب 45. تمام؟ بالنسبه للمعامل هتحسب الحسبه دي على الآلة بمنتهى السهوله يطلع الايه؟ المعامل. السؤال اللي بعده، منشور ثلاثي زاويه راسه 60 ومعامل انكسار مادته 1 علامه 533، اوجد زاويه النهايه الصغرى للانحراف. طيب انت عايز مني ايه؟ عايز زاويه النهايه الصغرى للانحراف. مديني زاويه الراس الايه ومديني معامل الانكسار. تمام؟ طيب هنا بقى المساله دي قرياتها هتطول شويه. بص، انت عارف ان قانون معامل الانكسار لما يبقى المنشور في وضع النهايه الصغرى للانحراف الان بتساوي ساين الفا نود زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2. مظبوط؟ قال لي ان المعامل دوت بواحد علامه، خليها 1.5، هو 533 خليها 1.5 تقريبا يعني. طيب بيساوي ساين الفا نود معرفش بكام بس زائد 60، قال لي الراس ب60، كل ده مقسوم على الاتنين. تمام؟ على ساين ايه على الاتنين يعني ساين 30. صح؟ طيب ساين 30 بنص في 1.75 يديك 75، اسف 1.5 يديك 75 من 100. لو انت معاك جنيه ونص نصهم 75 قرش، ساين 30 بنص في 1.5 75 من 100. ده بيساوي، خلي بالك بقى، ساين على بعض الفا نود زائد ايه على 2، بس الايه كده كده معاك ب60، هي احنا كده معوضين عنها. مظبوط؟ طيب لما كنت بوصل للشكل ده كده كنت بعمل ايه بعديها؟ شايف الشكل ده؟ ما ينفعش تقرب منه غير لما تطير الساين دي. طيب الساين دي بطيرها ازاي؟ باخد شيفت ساين للطرفين، يعني هاخد شيفت ساين لده شيفت ساين لده. لما ياخد شيفت ساين ده يتفضل زي ما هو من غير الساين، الفا نود زي 60 على 2، وهنا هاخد شيفت ساين فدي هتطلع تقريبا 48 بالتقريب، يعني 48 وحته صغيره. تمام؟ انا بقى عايز من كل ده الالفا نود. خلي بالك ما ينفعش اتعامل مع ده وده غير لما اطير الساين، وطير الساين اني اخد شيفت ساين لايه؟ للطرفين. لما تاخد شيفت ساين ل 75 من 100 تطلع تقريبا 48. صح؟ طيب يلا نضرب طرفين في وسطين. 48 في 2 ب 96. طبعا امسك الآلة يعني ما تشتغلش بدماغك عشان لما تلخبطش.
48 في 2 96. طيب 60 هتروح هناك بعكس الاشاره، ال 60 دي بالموجب هتروح هنا بالسالب، يبقى 96 ناقص 60 يديك كام؟ 36 درجه. يبقى الالفا نوت في النهايه طلعت بكام؟ ب 36. تمام. الشكل المقابل ماشي، هو السؤال ده ناقص هنحله بعدين، بس عشان اصلا في رسمه هنا بس مش موجوده، معرفش هي موجوده في المذكره ولا لا، مش هنعرف نحله وهو مش موجود الرسمه عليه. طيب رقم 6 بيقول لك منشور ثلاثي زاويه راسه تساوي 1.5 الفا نود. ده اخر سؤال على فكره. رقم 6 بيقول لك منشور ثلاثي زاويه راسه تساوي 1.5 الفا نود. دي الايه مدالك بالدلاله 1.5 الفا نود، وقال لك ان الالفا نود هي زاويه النهايه الصغرى للانحراف، وقال لك ان المنشور دوت بيكون في وضع النهايه الصغرى للانحراف عندما يسقط على احد اوجه شعاع ضوئي بزاويه 50. يعني المنشور دوت بيبقى في وضع النهايه الصغرى للانحراف لما الفاي 1 تكون ب 50. احسب لي معامل الانكسار. احسب لي ايه؟ معامل الانكسار. خلي بالك معامل الانكسار في وضع النهايه الصغرى الان بتساوي ساين الفا نود زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2. فانت محتاج هنا الايه والالفا نود، محتاج الاثنين دول. طيب مش مديهم لك، هو مديهم لك بالدلاله. طب تعال نشوف هنتصرف ازاي. مش انت عارف ان قانون الالفا نود ده بيساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص الايه؟ ده القانون بتاع المنشور العادي صح؟ بس هو قال لي ان هو فاضل الناس صور الانحراف، فانا حطيت هنا نود. طيب الزاويه دي ما اعرفش عنها حاجه، ما قاليش عنها حاجه. هو قال لي ان دي ب 50، وقال لي ان هو بيبقى دي ب 50 لما يكون هو في وضع الناس صور الانحراف. طب لما دي ب 50 ما دي زيها تبقى برضه 50. اشمعنى؟ عشان وضع الناس صور الانحراف بتكون الفاي 1 قد الثيتا 2 ناقص الايه. خلي بالك الايه هو قال لي ان هي بكام؟ ب1.5 الفا نود صح؟ هو قال كده. تمام. هتجيب دي 1.5 هناك بعكس الاشاره، هي سالب تروح هناك بالموجب تبقى 2.5. ما هي 1.5 و1 تبقى 2.5. الفا نود بتساوي 100. تمام. بص انا عملت ايه تاني بالراحه. سالب ايه زي ما هو اهو حطيته سالب، بس حطيت مكانه 1.5 الفا نود. اشمعنى؟ ارجع كده للسؤال تاني. هو قال لي ان منشور ثلاثي زاويه راسه تساوي 1.5 الفا نود. 1.5 ايه؟ الفا نود. هو قال لي كده. فلما انا جيت عوضت في القانون، ده اهي الايه شلتها وحطيت مكانها كام؟ 1.5 اهي 1.5 ايه؟ الفا نود. رحت واخد بقى 1.5 الفا نود بره بعكس الاشاره، بقى عندي الفا نود زائد 1.5 الفا نود بيساوي 100. بيساوي كام؟ 100. طيب اقسم بقى 100 على 2.5، يبقى الالفا نود هنا بتساوي 100 على 2.5 صح؟ 100 على 2.5 فيها ال 40. تمام. لو انت معاك 10 جنيه فيها 4 2 جنيه ونص صح؟ فيبقى 4، لكن لو هما 100 يبقى فيها 40 2 جنيه ونص. مظبوط. 100 على 2.5 فيها ال 40. يبقى الالفا نود انا جبتها بكام؟ ب 40 درجه. حلو كده انا جبت الالفا نود. طب والايه؟ بص مش الايه كانت بتساوي 1.5 الفا نود؟ طيب ما انا جبت الالفا نود ب 40. يبقى بص بقى الايه هتساوي 1.5 في 40. 1.5 في 40 يعني 60. بس يبقى انا كده معايا المعطيين انا عايزهم. معايا الايه بتساوي 60 درجه، ومعايا الالفا نود بتساوي 40. اروح جري بقى على القانون بتاع المعامل واعوض فيه اللي هو ده. يلا نعوض فيه. الان هتساوي تمام ساين الفا نود
ب40 الايه ب60 على الاتنين على ساين ايه على الاتنين يعني ساين 30 اللي هي ساين 60 على الاتنين. تمام. برضو تمسك الآلة بحسبة بسيطة جدا على الآلة يديك معامل ايه الانكسار. اكتب كده القيمة دي على الآلة مش محتاجة فيها حاجة تاني. ساين 40 زائد 60 على الاتنين على ساين 30 على الاتنين. تمام. يديك معامل انكسار. طبعا الجزء بتاع المنشور في وضع النهاية الصغرى مش جزء صعب، المهم انك تتعامل مع الحالة عادي جدا لحد ما تفهم ان هي وضع نهاية صغرى، وبعد ما تفهم ان هي وضع نهاية صغرى يبقى تطبق بقى قواعد النهاية الايه الصغرى. طبعا ده كان اخر سؤال معانا في المسائل. كده احنا خلصنا واجب الحصة دي، ان شاء الله اشوفكم المرة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.